ماذا تخاف بعض الحكومات من البيتكوين إلى درجة أنها جعلته غير قانوني؟ لماذا تخاف بعض الحكومات من البيتكوين إلى درجة أنها جعلته غير قانوني؟ لماذا تخاف بعض طبعا كل التعليقات بيتكوين ايه دي لماذا تخاف لماذا تخاف لماذا مؤمن جدا. أكيد وانت بتقلب على التيك توك دلوقتي الأغنية دي لزقت في دماغك وسمعتها في كل فيديو، بس اللي انت ما تعرفوش إن ورا الترندات دي في عالم تاني بيحصل فيه كوارث وملايين بتطير في الهوا. معاكم المحقق بطاطس، والنهاردة هنفتح ملف قضية قلبت العالم، البيتكوين. ازاي بدأ وايه أغبى المواقف اللي حصلت بسببه. ركز معايا عشان الكلام ده بفلوس. نرجع بالزمن لسنة 2008. العالم في أزمة مالية طحنة، البنوك بتقفل والناس بتخسر شقة عمرها. فجأة بيظهر شخص مجهول مسمي نفسه ساتوشي ناكاموتو. الشخص ده عمل نظام مالي جديد تماما، لا فيه بنك بيتحكم فيه ولا حكومة تقدر تجمده. سماه البيتكوين. في الأول العملة دي ما كانش ليها أي قيمة، مبرمجين بيلعبوا بيها وخلاص. بس القنبلة انفجرت لما الناس بدأت تفهم إن عددها محدود والطلب زاد، وهنا بدأت الكوارث الكوميدية. سنة 2010 مبرمج اسمه لازلو هانيتش كان ميت من الجوع. دخل على منتدى وكتب: يا جماعة، حد يطلب لي 2 بيتزا كبار وهدفع له 10,000 بيتكوين. واحد وافق وبعتله 2 بيتزا ب$40. لازلو أكل وشبع وهو مبسوط إنه دفع فلوس وهمية. النهاردة 10,000 بيتكوين دول تمنهم يعدي 700 مليون دولار. يعني اللقمة اللي لازلو أكلها دي هي أغلى أكلة في تاريخ البشرية. لو مكانه كنت جالي شلل رعاش. لو فاكر لازلو غبي فتعال اسمع قصة جيمس هاولز. سنة 2013 جيمس وهو بينظف مكتبه رمى هارد ديسك قديم في الزبالة. الهارد ده كان عليه 8000 بيتكوين نساهم من سنين. لما عرف سعرهم النهاردة اكتشف ان الهارد ده فيه اكتر من 500 مليون دولار. الراجل دلوقتي بقاله سنين بيتحايل على الحكومة في بلده تخليه يحفر في مقلب الزبالة عشان يدور عليه، وعارض عليهم ملايين، بس الحكومة رفضت عشان البيئة. تخيل كنزك قدام عينك بس مدفون تحت أطنان زبالة وممنوع تلمسه. لو انت مكان جيمس هتقتحم مقلب الزبالة بليل وتدور عليه ولا هتعمل ايه؟ والأغرب بقى إن في ناس معاها ملايين فعلا بس ناسين الباسورد. نظام البيتكوين لو نسيت كلمة السر فلوسك بتضيع للأبد. مبرمج ألماني معاه هارد فيه 7000 بيتكوين وناسي الباسورد، والجهاز مسموح له ب10 محاولات بس. هو جرب 8 وفضله محاولتين، لو غلط فيهم إلا 400 مليون دولار هيتحرقوا في الهوا. الخلاصة، البيتكوين خلى ناس مليارديرات من مفيش، وناس تانية جالها سكتة قلبية بسبب غباء لحظي. التحقيق قفل لحد هنا. قولي في الكومنتات، لو معاك 10 بيتكوين دلوقتي هتبيعهم وتشتري شقة ولا هتستنى لما يبقوا ب1 مليار؟ ما تنساش اللايك والفولو، واستنى القضية الجاية مع المحقق بطاطس. سلام.